أبي أبي، إلى أين أنت ذاهب؟ قال: يا بنيتي، انتهت رحلتي إلى هنا، سوف أسافر. قلت له: يا أبي، إلى أين؟ قال: يا بنيتي، سفري بعيد من دار الباطل إلى دار الحق، إلى فراق الأحباب، وأعرف قدري عند الله وقدري عندكم. قلت: يا أبي، هل سيطول هذا السفر؟ قال: نعم، سيطول إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قلت: هل معك زاد للسفر؟ قال: نعم معي، ولكن سفري بعيد جدا، ولا أعلم هل زادي سوف يبلغني أم لا، فأرسلي أنت لي الزاد. قلت: يا أبي، كيف أرسله لك؟ قال: يا بنيتي، بالدعاء. أدع لي الله أن يغفر لي ويرحمني ويعفو عني، فهذا زادي، إن قطعت الدعاء لي فسوف ينقطع زادي. قلت: يا أبي، هل سأراك مرة أخرى؟ قال: يا بنيتي، نعم، ستريني عندما تنتهي رحلتك أنت أيضا. قلت: يا أبي، أوصني قبل رحيلك. قال: يا بنيتي، عيشي ما شئت فإنك ميتة، وأحبي من شئت فإنك مفارقة، واعملي ما شئت فإنك مجزية به، لا تغرنك الدنيا وزينتها يا بنيتي، وانظري إلى من جمع الدنيا بأكملها ولم يأخذ منها غير الكفن، ولا تشركي بالله أحدا، واسمعي كلام الله، القرآن الكريم. وتكلمي مع الله في أوقات الصلاة المكتوبة، وأودعي عند الله الصدقات، وعاملي الله بالأخلاق الفاضلة، وكوني مع الله دائما وأبدا، يكون الله معك دائما. اللهم اغفر لأبي وارحمه، وارزقه الفردوس الأعلى من غير حساب ولا سابق عذاب، برحمتك يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمين يا رب العالمين.